أهلا بيكم. في أوقات رقم واحد بس ممكن يلخص قصة تحول باعت بحالها. النهاردة هنبص على الأرقام اللي بتحكي قصة التحول الرقمي في مصر، وهنكتشف إزاي كل حاجة بتتغير بسرعة رهيبة. يلا بينا نبدأ. الرقم ده هو بداية الحكاية كلها، زيادة بنسبة 120%. بس يا ترى زيادة في إيه بالظبط؟ الرقم ده هو مفتاح فهم كل اللي بيحصل. وهنا السؤال المهم، إزاي سرعة الإنترنت على الموبايل في مصر قدرت تقفز القفزة الخرافية دي في سنة واحدة بس؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نرجع خطوة لورا ونبص على الصورة الكاملة. وعشان نفهم أي حاجة بتحصل في بلد لازم نبدأ من الأساس، والأساس هو الناس. السياق السكاني في مصر هو المحرك الأول لكل التغيير اللي بنشوفه ده. احنا بنتكلم عن 119 مليون شخص مع نهاية 2025. ده مش مجرد رقم، ده بحر ضخم من المستخدمين المحتملين لأي خدمة أو تكنولوجيا جديدة. والأهم كمان من العدد هو تركيبة السكان دي. متوسط العمر صغير جدا، 24 سنة ونص، يعني مجتمع شاب اتربى وكبر مع التكنولوجيا. وحاجة تانية مهمة، إن أكتر من نص السكان حوالي 56.5% عايشين في الريف. وده بيورينا إن فرص النمو الرقمي بره المدن الكبيرة لسه ضخمة جدا. طيب عندنا 119 مليون شخص. السؤال اللي بعده على طول، كام واحد من العدد ده فعلا موجود على الإنترنت؟ الرقم ممكن يفاجئ ناس كتير. الرقم فعلا ضخم، 98.2 مليون مستخدم للإنترنت في مصر. يعني الأغلبية الكبيرة من السكان متصلة بالإنترنت. لكن في نفس الوقت القصة لسه ما خلصتش. لسه في فجوة رقمية بتضم أكتر من 20 مليون شخص لسه بره العالم ده تماما. عشان نتخيل الرقم بشكل أبسط، ده معناه إن لو جمعنا أي 5 أشخاص في مصر هنلاقي 4 منهم على الأقل بيستخدموا الإنترنت. نسبة انتشار الإنترنت وصلت ل 82.7%. تمام، عرفنا العدد. بس السؤال الأهم، إزاي الناس دي بتدخل على النت؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هترجعنا للرقم الصادم اللي بدأنا بيه في الأول. وهنا بقى كل حاجة بتوضح. بصوا معايا، الإنترنت الأرضي سرعته زادت حوالي 17.5%، وده تطور كويس وطبيعي. لكن شوفوا بقى إنترنت الموبايل، قفزة بنسبة 120%. مصر مش بس بتدخل العصر الرقمي، دي بتقتحمه من بوابة الموبايل. ولما الموبايل يكون هو البوابة الرئيسية للإنترنت، ده طبيعي يفتح الباب على أوسع تجمع بشري في العصر الحديث، السوشيال ميديا. على منصات التواصل الاجتماعي بنتكلم عن أكتر من 51 مليون هوية مستخدم. وطبعا أول ما بنقول سوشيال ميديا في مصر، أول اسم بيخطر على بالنا كلنا هو فيسبوك، اللي تقريبا واخد الرقم ده لوحده. الخريطة واضحة جدا. فيسبوك هو الملك المتربع على العرش ب51.6 مليون مستخدم. يوتيوب وراه على طول بفارق بسيط. لكن بصوا مين اللي طالع زي الصاروخ في المركز الثالث؟ تيك توك، اللي قرب جدا من القمة، وده حتى لو بنحسب المستخدمين اللي فوق 18 سنة بس. وهنا القصة بتبقى شيقة أكتر، لأن الأرقام دي مش مجرد أرقام جامدة، دي بتحكي قصة صراع بين العملاق المسيطر والوافد الجديد اللي جاي يغير قواعد اللعبة. فيسبوك عامل زي القلعة الكبيرة، رغم انه ضخم جدا اصلا لكنه لسه بيكبر، وقدر يضيف حوالي 5 مليون مستخدم جديد في سنة واحدة. ده بيورينا ان مكانته كلاعب اساسي لسه قوية ومسيطرة. لكن في الناحية التانية من الحلبة في منافس شرس جدا، تيك توك، اللي عدد مستخدمينه البالغين بس وصل ل 48.8 مليون. وهنا بتظهر قوة تيك توك الحقيقية، مش في العدد الإجمالي، لا، في سرعة نموه. نسبة نمو أكتر من 25%، يعني أكتر من ضعف سرعة نمو فيسبوك. تيك توك مش مجرد منافس، ده بيغير شكل الملعب كله. بس استنوا لحظة، أعداد المستخدمين دي نص الحكاية بس. الأهم من كام واحد بيستخدم هو مين اللي بيستخدم. هل كل المنصات دي بتجذب نفس نوعية الجمهور؟ الإجابة طبعاً لأ، كل منصة ليها عالمها الخاص. لو بصينا على سناب شات كمثال هنلاقي إن جمهوره بيميل أكتر للإناث بنسبة توصل ل 55% من المستخدمين. ولو رحنا لمنصة اكس اللي هي تويتر سابقا هنلاقي الوضع اتقلب 180 درجة. هنا السيطرة شبه كاملة للذكور بنسبة تتجاوز ال 75%. ده بيأكد إن كل منصة ليها شخصيتها وجمهورها المختلف تماما. الخلاصة من كل ده إيه؟ إننا بنعيش في قلب ثورة رقمية حقيقية في مصر، والمحرك الأساسي ليها هو الموبايل. من سرعات الإنترنت الصاروخية لنمو منصات السوشيال ميديا، المشهد كله بيتغير وبيتشكل من جديد قدام عينينا. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم في النهاية، في ظل النمو الرهيب ده والصراع المشتعل بين المنصات،
مين يا ترى اللي هيحدد شكل مستقبل مصر الرقمي في السنين الجاية؟ هل فيسبوك هيفضل محافظ على عرشه، ولا تيك توك هيكمل صعوده الصاروخي ويكتسح السوق؟ الإجابة لسه بتتكتب.